السلام عليكم خوتي خواتاتي. معكم خلف الظلام. القصة الليلة جاية من مصر، ولكن الرعب اللي فيها وصل حتى للمغرب. أنا كنت بالضبط في واحد الليلة كنت جالس كنوجد في قصة جديدة للقناة، حتى جاتني رسالة غريبة من واحد المتابعة من مصر. الرسالة كانت قصيرة بزاف لكن خلاتني نتجمد. كاتبة فيها: ضروري تحكي قصتي للناس حيت اللي وقع لينا ماشي طبيعي. الصراحة في الأول ضميت غير قصة عادية بحال بزاف القصص اللي كتوصلني، لكن ملي بديت نقرأ التفاصيل عرفت باللي هادشي مختلف. البنت سميتها نورة وعمرها 20 عام. قالت لي: راه اللي غادي نقول لك وقع لي أنا وعائلتي، وكنحلف بالله حتى حاجة ما زدتها. شديت السماعات وطفيت الضوء وبديت نسمع القصة ديالها بالصوت. وكان أول سؤال سألتها: شنو أول حاجة خلاتكم تحسوا باللي كاين شي حاجة ماشي طبيعية؟ سكتات شوية ومن بعد قالت بصوت مرتعش: كل شي بدا مع جدي. نورا قالت باللي جدها كان راجل قاسي بزاف، ما كانش كيصلي، وحتى الناس في الحي كانوا كيتخافوا منه. كان ديما معصب وكيسب وكيقتل الحيوانات بلا سبب. حتى واحد النهار نورا شافته في الحوش كيدير شي حاجة غريبة بزاف. كان شاعل النار وكيحرق أوراق مكتوبين بطلاسم غريبة، ومن بعد بدا كيتبول فوقهم. نورا خافت، ولكن الجد غير شاف فيها وابتسم ابتسامة خايبة. من داك النهار الحياة ديالهم تبدلات. الدار كاملة ولات عامرة بأصوات غريبة. مرة كيتسمع بكاء طفلة في الليل، مرة نباح كلاب داخل الدار، مرة حوايج كيتكسروا بوحدهم. لكن أخطر ليلة كانت في حدود 3 الصباح. نورا كانت بين النعاس والفيقة، وفجأة تحجرات بلاصتها، ما قدراتش تتحرك. وشافت قدامها امرأة سمراء، شعرها طويل بزاف وعينيها ما كانوش باينين مزيان. المرأة قربت منها بشوية وقالت ليها بالحرف: تكفى، لا تفتحي القرآن، راه أنا ما جيتش بوحدي، هما اللي جابوني. نورا كانت مرعوبة، قالت ليها: شكون انتي؟ لكن المرأة كملت: أنا جاية من السودان، هما اللي سلطوني عليكم. ومن بعد اختفت. أنا شخصيا ملي وصلت لهذا الجزء من التسجيل حسيت بقشعريرة في لحمي، حيت نورا كانت كتبكي وهي كتحكي. وقالت لي: من بعد هاد الليلة كل شي ولا أسوأ. الأصوات تزادت، الكوابيس تزادت، وحتى الأطفال بداو كيشوفوا حاجات ماشي طبيعية. واحد النهار أخت نورا الصغيرة كانت كدوز حدا الغرفة ديال خوها الرضيع، وفجأة شافت امرأة واقفة حدا السرير، سمراء، شعرها طويل ولابسة أسود. البنت غوتات وجرات عند امها. ملي وصفات ليها الشكل الأم تصدمات، حيت نفس المرأة اللي شافتها قبل سنوات. من بعد أيام نورا بنفسها سمعت شي حاجة كتبكي حدا مخدتها في الليل. شعلات الضو بسرعة، ما لقات حتى حد، لكن اختها اللي كانت ناعسة حداها كانت كترتعش ومعرقة بزاف. الصباح اختها قالت لهم: شفتها كانت جالسة فوق راسي وعيونها بحال القطط. من هنا نورا عرفات باللي الدار فيها شي حاجة خطيرة. قرروا ينتقلوا لدار أخرى، وفعلا الأمور هدأت شوية، ولكن الشر ما كانش سالة. سنين دازوا حتى واحد النهار الجد مرض بزاف ولا مقعد، لكن قبل ما يموت طلب من ولده المفتاح ديال الدار الجديدة. أبو نورا عطاه المفتاح بلا حتى يسولو علاش، ونورا الفضول قتلها
تبعات جدها وجدتها في السر. والشي اللي جابو الجد مازال في الدار. دازت سنوات أخرى والجد مات، لكن حتى الجنازة ديالو كانت مرعبة. نورا قالت لي حتى واحد ما بغى يصلي عليه. الناس كاملين كانوا عارفين شنو كان كيدير، لكن الرعب الحقيقي بدا من بعد موتو، حيت العائلة كاملة ولات كتشوفو في الأحلام. مرة يبانو فمو عامر دم، مرة يبان كيتحرق، مرة يطلب السماح وهو كيغوت. وأم نورا ولات كتسمع أصوات في الحمام. نورا قالت لي حتى واحد ما بغى يصلي عليه. الناس كاملين كانوا عارفين شنو كان كيدير، لكن الرعب الحقيقي بدا من بعد موتو، حيت العائلة كاملة ولات كتشوفو في الأحلام. مرة يبان وفمو عامر دم، مرة يبان كيتحرق، مرة يطلب السماح وهو كيغوت. وأم نورا ولات كتسمع أصوات في الحمام، وشافت قطط سود كيدوروا في الدار في الليل. لكن آخر حاجة قالتها لي نورا هي اللي خلتني نسالي المكالمة ونحبس التسجيل كامل. قالت لي البارح شفت ولد صغير كيمشي وسط الدار. قلت ليها وشكون هو؟ جاوبتني بصوت خايف، ماشي المشكل شكون هو، المشكل أن رجليه ما كانوش لاصقين في الأرض. سكتات شوية ومن بعد همسات، كان طاير. وهنا إخواني أخواتي تكون سالات القصة ديال اليوم. إلا عندك حتى انت شي قصة غريبة، شي موقف مرعب، ولا شي حاجة واقعة لك وما قدرتيش تفسرها، خليها ليا في الكومنتيرات ويمكن نعاودها في الفيديو الجاي. وما تنساوش ديروا لايك واشتراك في القناة إلا مازال ما مشتركينش، باش يوصلوكم قصص جديدة كل ليلة. كان معكم خلف الظلام. تهلاو في روسكم.